السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل أكلة حلوة كده مع بعض وسهلة وبسيطة. يعني هي مش سهلة قوي، السهل الممتنع بمعنى صح. مش تاخد منك وقت خالص، وهتعمليها تقريبا في ساعة ويلا بينا النهاردة نشوف هنعمل ايه مع بعض. قبل بس ما ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل ايه، ما تنسوش ان احنا نصلي على النبي في كومنت، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بقى جبتها هبتدي ان انا اشوح اللحمه بتاعتي. احنا النهارده هنعمل خضار او هنطبخ، بس انا بحب ان انا اشوح اللحمه الاول قبل ما احط عليها الميه. حابه ان انت تغلي الميه وتنزلي باللحمه فيها براحتك اللي يريحك، بس انا بصراحه بفضل الطريقه دي اكتر. حطيت بقى حته السمين اللي جايه مع اللحمه كده، شوحت بيها اللحمه حلوه قوي مع ملح واسفه بفلفل اسود ورق لوري وحبهان وطماطم وبصل. حطي بقى النكهة اللي انت بتحبيها في الشوربة، حابة تضيفي اي نكهات تانية ضيفيها، بس هتضيفي اي نكهة للشوربة حطيها تكون حبيبات، تكون صحية ما تكونش بودر، عشان ما تغيرش معاكي طعم ولون الشوربة. تمام. انا بصراحة بستكفى بالملح والفلفل الاسود والورق اللوري والحبهان والطماطم والبصل بس، وبشوح اللحمة حلوة قوي كده بيهم. واول ما اللحمه بتبتدي معايا تتصدم بقى وتاخد لون، بروح نازله عليها بميه مغليه. حطيت بقى الطماطم والبصل والفلفل الاسود والورق اللوري والحبهان، هشوحها بقى تشويحه حلوه قوي قوي قوي. وفي المرحله دي بقى، عشان طبعا اللحمه بتبقى سخنت قوي واتشوحت جامد، فبنفضل ان احنا نضيف ميه سخنه عشان خاطر اللحمه ما تجرمسش منك وتغيب قوي قوي في السوا وتاخد وقت على النار. لو ضفت لها ميه ساقعه، لكن الميه السخنه هتساعدها ان هي تستوي اسرع وما تجرمسش معاكي. تمام. هضيف لها بقى الميه واسيبها ان هي تستوي براحتها خالص. وعشان تاخدي شويه شوربه محترمين زي اللي هتشوفيهم دول، اول ما الشوربه بتاعتك تغلي وطي عليها وسيبيها على نار هاديه براحتها خالص لحد ما تطلع معاكي شويه شوربه زي ما هتشوفيهم. سبتها بقى على النار بعد ما غلت، حطيتها على عين صغيره كده ووطيت عليها، سبتها على نار هاديه. وخلاص اللحمه كانت داخله على السوا، هبتدي ان انا اضيف الملح. ما حطيتش الملح في الاول عشان ما تغيبش في السوا، وهي خلاص داخله على السوا ضفت لها الملح. بصوا لون الشوربه كان عامل ازاي، شكلها بجد كان خطير. عشان توصل لشويه الشوربه دول، اهم حاجه تسوي الحاجه بتاعتك او تحطي الشوربه بتاعتك على نار هاديه قوي قوي وتسيبيها براحتها. جبت بقى في حله تانية، حطيت معلقه سمنه بلدي كده حلوه، وهنزل فيها ببصلايه كده وسط متقطعه مكعبات صغيره. وهشوح بقى البصلايه دي في معلقه السمنه. وعلى العين التانية بقى هنحمر شوية لسان عصفور كده بقى لزوم الشوربة. بقى الشوربة كانت بصراحة محتاجة شوية لسان عصفور دول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هحمر بقى شوية لسان عصفور مش كتير، على ما البصلة بتاعتي تحمر كل لسان عصفور اتحمر كمان. كل حاجة هتخلص كده بقى ايه في وقتها، ويعني كله في الانجاز كده على طول، ما خدش مني وقت خالص. بعد ما البصلة تاخد معايا اللون الاصفر الخفيف ده، هنزل عليها كده بمعلقة من الثوم المفروم او فصين من الثوم. لو انتش عندك الثوم مفروم هتحطي فصين ثوم بس. وهنزل بقى عليها بنص كيلو عصير طماطم عاديه ضربها في الخلاط. ضربت نص كيلو من الطماطم كده، وهنزل بيه بقى على البصله والثوم كده بعد ما الثوم يتشوح كده وريحته تطلع مع البصل. لسان عصفور حمرته بس ما كنتش عايزه اسويه دلوقتي، فايه حمرته كده وركنته على جنب. قلت لما اجي اسويه بقى بزود له الميه بتاعته واسويه. هسيب بقى الصلصه بتاعتي تتسبك على النار، وهنجيب حله تاني صغيره، هضيف معلقه صغيره خالص من السمنه البلدي مش كتير،
وهحط يعني بصلايه صغيره قوي قوي، وهشوحها بس كده. ايه، انا مش عايزاها تحمر البصلايه دي، لا هنشوحها عشان هنعمل بيها اكله سهله قوي يعني، وحاجه كده بقى ايه صعيدي على ابوه وحلوه جدا. جربوا الباميه بالطريقه دي هتدمنوها. هنعمل بقى شويه باميه ويك انما ايه في الجون. بعد ما البصله بتاعتي تدبل مش تصفر، يا دوب بس تدبل كده، هحط عليها فصين من الثوم المفروم وهشوحهم مع بعض. وانا مش عايزه هنا البصله تحمر، مسافه بس ما الثوم ريحته تطلع مع البصل هروح نازله عليه بالشوربه. وهي الشوربه بتغلي كده هروح نازله عليها بقى بالباميه. الباميه دي طبعا مفرزاها في الفريزر، وهسيب بقى ايه الباميه تغلي بقى براحتها. الصلصه بتاعتي هبتدي ان انا احط التوابل بتاعتها. التوابل بتاعتنا بسيطه قوي وموجوده المعتاد بتاعنا. حطيت ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وشطه، بس ما ضفتش اي حاجه تانية. الطبيعي اللي انت بتضيفيه على طول، البهار بتاعك الطبيعي ضيفيه. انا حطيت معلقه صغيره من كل حاجه، والملح ظبطته. خلاص الصلصه بتاعتي كانت كده خلاص داخله على يعني خلاص وطيت عليها وقربت تندر قدامها. هبتدي بقى الباميه بتاعتي اول ما تبقى خلاص داخله على السوا، هاتي بقى شوكه، هرسه بطاطس، اي حاجه، واديلي بقى الباميه دي كده هرسها كده هرسه خفيفه، ما تهرسهاش او ما تنعمهاش قوي، بس ايه يعني هرسها كده هرسه على خفيف. حابه تسيبها زي ما هي مفيش اي مشكله سيبيها، بس بصراحه الطريقه دي بحبها اكتر. بحس كده ان الباميه كلها موجوده في الشوربه، اي لقمه هتيجي تاكليها هيكون فيها باميه كده، مش تبقى خفيفه الميه لوحدها والباميه لوحدها، لا دي كده الطريقه دي بتبقى احسن. وهنا الصلصه خلاص كانت اتسبكت. برضو هجيب بقى كيس كده من البسله، برضو البسله دي مفرزاها في الفريزر. طبعا التفريزات دي بتنفعنا طول السنه. عايزه تعملي اي حاجه مش في اوانها تطلعها من الفريزر تعمليها على طول. حطيت كده البسله مع الصلصه بعد ما اتسبكت، وهسيبها ان هي بس تغلي غلوتين كده مع الصلصه يشربوا من بعض قبل ما نضيف لها الشوربه. هنزل بقى بشويه ملح وشويه كمون على الباميه دي. هي خلاص كانت الباميه كانت خلاص داخله على السوا، فاضل لها بس ايه التركايه بسيطه كده اخيره، دي بقى اللي هتنقل طعمها في حته تانية خالص. حطينا بقى البسله على النار بتستوي، ولسان عصفور ولعنا عليه برضو بيستوي، والباميه خلاص على النار. طبعا بقى طالما في بسله يبقى لازم شويه رز بالشعريه بقى ايه كده يودوكي في حته تانية. حطيت معلقه من السمنه وشويه من الزيت وهحمر فيهم الشعريه. انا بحب احط كوبايه الرز عليها نص كوبايه من الشعريه، او اكتر كمان من نص كوبايه. بحب الشعريه تبقى زياده شويه في الرز. لسان عصفور ما ضفتلوش اي حاجه خالص، زودتله الميه وشويه الملح وسبته بقى يستوي براحته. واول بقى ما الشعريه خدت معايا اللون الذهبي الحلو ده كده، هروح نازله عليها بكميه الرز وهشوحهم بقى مع بعض. وهضيف له بقى، عايزه تضيفي له ميه بس براحتك، تضيفي له شوربه بس براحتك، تعملي له ميكس بين الميه والشوربه برضو براحتك اللي يريحك. انا بصراحه طالما عندي شوربه بحب اضيف شويه من الشوربه وشويه من الميه، بعمل ميكس كده بين الاتنين مع بعض بيخلي الرز طعمه حلو قوي. لو ما عندكيش شوربه اعمليه بميه عادي، حابه تعمليه بميه بس برضو براحتك. ظبطت له بقى الملح بتاعه، هغطيه واسيبه بقى ايه براحته يستوي بقى خالص. هنا خلاص البسله كانت خلاص خدت غلوتين كده مع الصلصه، هبتدي بقى انزل عليها بالشوربه.
واسيبها بقى تكمل سواها برضو على نار هاديه. خلص الرز بدأ يتشرب والبسله خلاص داخله على السوا، والباميه هعمل لها الطشه دلوقتي برضو. خلاص الباميه كانت استوت، فاضل لها بس الطشه. الطشه دي بقى اللي هتوديها في حته تانية خالص، ودي التركايه الاخيره كده اللي هتخليكي تشم ريحتها كده من اخر الدنيا. بس الرز كان مفلفل جدا، هو كده خلاص الرز كان استوى. ولسان عصفور برضو كان استوى تقريبا، كل حاجه خلاص كانت خلصت. دي بس اخر حاجه هبتدي ان انا اعمل الطشه بتاعه الباميه. بعملها ازاي؟ بحط قرن فلفل احمر كده، وعليه فصين من الثوم مع معلقه سمنه بشوحهم مع بعض. بعد كده بنزل عليهم بشويه الكزبره وشكرا، وراح طشه بيهم الباميه. بس دي الطشه بتاعه الباميه خلصت كده خلاص. ريحتها بقى ولونها ما اقولكوش، طبعا انتوا لونها شايفينه، وريحتها بقى دي في حتة تانية خالص، وطعمها كان حكاية. نعمل بقى شوية ملوخية خضرة كده. حطيت شوربة على النار، بعد ما الشوربة غلت نزلت بالملوخية هقلبهم كده مع بعض. وهنعمل بقى الطشة بتاعتها عادي جدا، معلقة سمنة مع فصين توم. اول ما يتحمروا كده مع بعض هروح نازله عليهم بمعلقه كزبره صغيره واطش بيهم الملوخيه بس. وكده الملوخيه خلصت خلاص، والاكل بتاعنا كله خلص، وكل حاجه بقت ايه تمام قوي. بس كده كل حاجه بقت تمام قوي. هنبتدي بقى نغرف الاكل بتاعنا وبألف هنا وشفا. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وده كان اكلنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس وتقولوا رايكم في الكومنتات. ولو عندكم افكار جديده او عندكم اي اكله ممكن اعملها لكم ممكن تقولوها لي واعملها لكم. وان شاء الله دايما كده مع بعض. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش بقى اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.